بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق حدوتة الزملكاوية، الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. الزمالك ينافس على أفضل فريق في 2024 هذا العام في اختيارات الكاف. الزمالك والأهلي ونهضة بركان والترجي التونسي وصن داونز، هذا الخماسي فيه فريق هيفوز بأفضل فريق في 2024. الكاف النهارده اعلن المرشحين للفوز بافضل فريق في العام عام 2024، وايضا افضل اللاعبين على مستوى القاره الافريقيه زيزو من الزمالك ومصطفى شوبير وحسين الشحات من الاهلي. فان شاء الله باذن الله الزمالك بالعقل كده، الزمالك واخد كاس الكونفدراليه واخد السوبر الافريقي، واخد بطولتين قاريتين. الكاف عنده 3 بطولات في السنة، دوري أبطال وسوبر أفريقي وكونفدرالية. الزمالك استحوذ على 2 منهم، خد واحدة من النانوس في السعودية اللي هي بطولة السوبر الأفريقي، وخد واحدة أمام نهضة بركان المغربي اللي هي الكونفدرالية. فواخد بطولتين يعني من وانا مغمض كده، وانا مغمض واحد يقول لي يا عم ده دوري الأبطال بيوصلنا كأس العالم للأندية ومش عارف ايه وايه وايه. انا بتكلم على بطولتين، الاتنين اقل من الواحد. يعني بطولة السوبر الافريقي والكونفدرالية الزمالك خدهم، والاهلي خد دوري الابطال، يعني واخد بطولة. يعني وانا مغمض كده الزمالك افضل فريق، لانه بطل ابطال افريقيا، سيد اسياد افريقيا، لانه خد الكونفدرالية ولعب السوبر الافريقي. السوبر الافريقي ده اللي فايز بدوري الابطال واللي فايز بالكونفدرالية الزمالك فاز بيه. يعني الزمالك سيد اسياد افريقيا هذا العام. يعني وانا مغمض الزمالك افضل نادي في افريقيا، وانا مغمض لعام 2024، وانا مغمض الا اذا كان بقى الكاف يعني في كوسه بقى زي رابطه الانديه هنا واتحاد الكوره والكلام ده، الكوسه والمجاملات بقى ويدوا الاهلي، هنشوف. لكن بنقول لك ايه المرشحين لايه. وزيزو طبعا، زيزو الكينج زيزو. يعني زيزو ولا حسين الشحات؟ لو سألت الاهلاوي نفسه هيقول لك زيزو. يعني مفيش خلاف على زيزو. يعني وبمناسبة زيزو هقول لك مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تجديد زيزو. طيب الاول كده صلي بينا على النبي، ثم اللايك ثم الاشتراك في القناة. اتمنى الناس تعمل اللايك وتشترك في القناة وتشير كلامنا وتوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. هنقول لك أخبار مهمة جدا جدا جدا. ونتمنى من الناس اللي بتشوفنا تدعي لمحمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اللي منزله كان في حريقة امبارح بسبب شاحن موبايل، ونقل على إثر هذا الحادث الأليم. يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا ويشفي كل مريض يا رب. فراح المستشفى وهو يركض الآن في مستشفى القصر العيني، فربنا يشفيه ويكمل شفاء على خير ويرجع لأسرته ولأهله سالم غانم من كل شر، ويشفي كل مريض ويحفظ الجميع يا رب يا رب. طيب تعالى بقى نخش في موضوعاتنا. خبر سعيد لكل جماهير الزمالك: محمود حمدي الونش سيكون متواجد في قائمة الزمالك اللي هتلعب امام النادي المصري البورسعيدي الماتش يوم السبت القادم. في ناس بتقول 5 وفي ناس بتقول 8، بس بيتهيألي 5 مش 8، بيتهيألي يعني، وهنتأكد. يعني احنا النهارده لسه الاثنين، لسه 3 و4 وخميس وجمعة، لسه 4 ايام على الماتش يعني. فمحمود حمدي الونش سيكون ضمن اختيارات جوزيه جوميز في القائمة استعدادا لماتش النادي المصري. ده خبر سعيد جدا، وحمد لله على سلامتك يا ونش، الف حمد لله على السلامة يا ونش. اهو نتمنى من جمهور الزمالك يعني يهنئ الونش وبمناسبة رجوعه حمد لله على السلامة، وربنا يحفظك من شر الإصابات. وإن شاء الله بإذن الله الإصابة اللعينة دي ما تجيلكش تاني، لأن جات له 2 صليبي ورا بعض لو تفتكروا، فربنا يحفظه يعني. طيب ده بالنسبة لمحمود حمدي الونش.
زيزو ايضا سيكون جاهز بنسبة، اقول لك 100%، اقول لك 110% لماتش المصري. زيزو الكينج، كينج زيزو. واستنى معايا لان هقول لك خبر حلو عن زيزو. طيب، اصابات محمد شحاتة للاسف هيغيب من 4 ل6 اسابيع، قدامه شهر ونص. قدامه شهر ونص هيغيب محمد شحاتة. طبعا عندنا في نص الملعب دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر. اتمنى ما اشوفش زياد كمال، اتمنى ما اشوفوش. اصله كل ما يشارك دقيقتين 3 ايمن الشريعي يكلم لبيب: يا لبيب النهارده زياد كمال شارك لمده 5 دقايق، فكده انا عايز منك $10,000. انت ناسي يا لبيب البنود اللي انت وقعت عليها ولا ايه؟ اقول له فاكر. طيب حاضر. كل ما يشارك زياد كمال 5 دقايق مع الزمالك ولا 10 دقايق، ايمن الشريعي ياخد فلوس على طول. اتمنى عدم مشاركه هذا اللاعب، وانه يتفسخ عقده ويمشي في يناير، يرجع لايمن الشريعي يشوف اي نادي تاني ياكل على قفاه عيش، ياكل على قفاه دولارات. كفايه كفايه، ده شبع دولارات من الزمالك. تيجي تتكلم يقول لك والله العقد شريعه المتعاقدين. انا مش كنت مشربهم حاجه صفرا وهم بيمضوا العقد؟ دي بنود عقد مكتوبه. طب اللاعب بيفيد الزمالك؟ بلح، ما بيفيدش الزمالك بحاجه. فده ان شاء الله باذن الله. محمد عواد هيكون في حارس مرمى باذن الله. عندي حسام عبد المجيد، عندي حمزه المسلوسي، عندي الونش. طبعا مش هبدا بالونش، غايب بقاله فتره كبيره، مش هبدا بيه اساسي. يعني الونش ياخد ايه؟ ربع ساعه، في تلت ساعه، في نص ساعه، بعد كده هيبقى في حيره عند جوميز. طب حسام عبد المجيد مستوى رائع، طب حمزه المسلوسي مستوى رائع. هو في اخر ماتشين 3 كده مش مظبط حمزه المسلوسي شويه، بس فجوميز هيبقى في حيره بقى عنده الونش وحمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد. اختار من ال3. وفي نص الملعب يبقى دونجا وناصر ماهر وعبد الله السعيد. الاجنحه عندنا زيزو، وعندنا مصطفى شلبي. مش لاك ده خلاص خلاص، شوف له اي حاجه تانية غير انه يلعب في الزمالك. ومهاجم ناصر بيه منسي او حسام اشرف، واحد من الاثنين. جزيري. دي تشكيله الزمالك المتوقعه من وجهه نظري. ان شاء الله باذن الله الزمالك يفوز في هذا اللقاء. طيب تعالى لاخبارنا التانية، موضوعاتنا التانية، وركز بقى في ال3 دقايق اللي جايين دول. زيزو 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 زيزو، مش عايز اقول لك كلمت مين، لكن عرفت معلومة كويسة جدا وانفراجة كبرى في موضوع زيزو. وسيبك من كل الارقام اللي بتتنشر على السوشيال ميديا والمواقع والقنوات والكلام ده، سيبك من الارقام دي كلها. بس انا مش هقول رقم في زيزو، لكن الارقام اللي بتتقال على السوشيال ميديا ويتم ترويجها دي كلها كذب. يقول لك 100 مليون 200 مليون، كذب. المعلومه بتقول، تعبنا في المعلومه دي. نتمنى ان الناس اللي بتكسل في اللايك تعمل اللايك وتشير، تشترك في القناه. نتمنى. بتقول المعلومه ان الزمالك قطع شوط كبير جدا في موضوع زيزو، ووالد زيزو خلاص وافق. خد بالك الموضوع مع والد زيزو مش زيزو. زيزو عايز الزمالك، والد زيزو اللي ايه يعني الريالات والدولارات بتاعت السعوديه ودول الخليج مزغلله عينيه، لكن دي والده. لكن الزمالك طبعا حد كان مع احترامنا لزيزو مكسر الدنيا ونجم مصر الاول، محدش كان يعرفه قبل ما يجي الزمالك. فالزمالك بعد ربنا ليه خير عليه، خيره عليه يعني. فوصلوا لصيغه واتفاق خلاص. الجلسه هتكون بعد ماتش النادي المصري. الجلسه بعد ماتش النادي المصري اللي هو يوم السبت.
في منزل ممدوح عباس تاني وتالت ورابع، وحط تحتها 100 خط. الجلسة ستكون في منزل ممدوح عباس لتوقيع العقود الجديدة. طب العقد الجديد كم موسم؟ 3 مواسم. 3 مواسم. فلوس نصها 50% من نادي الزمالك، وال50 التاني في المية التانية هيتحملها ممدوح عباس، عمرو الجنايني، هاني بيرسي. بالاسم دول هيتحملوا نص العقد، والزمالك هيتحمل نص العقد التاني. خلصت. بقول لك الجلسة تاني في منزل ممدوح عباس بعد ماتش النادي المصري. ليه ممدوح عباس؟ والله زيزو بقول لك مش عايز اقول لك كل حاجه بتحصل في بيت ممدوح عباس. اي لاعب عايز يجدد، اي قرار، اي في منزل. واحنا شفنا قبل كده زيزو وبنته ايلا وحرمه المصون زوجته راحوا قعدوا مع ممدوح عباس. راح زيزو قعد مع ممدوح عباس اكتر من ساعتين، وممدوح عباس طلع وكتب ساعتها. ممدوح عباس هو المتحكم في كل حاجه. خلاص. طيب ده بالنسبه لزيزو. فان شاء الله بشرى ساره جدا في موضوع تجديد زيزو خلال الايام القادمه. ده زيزو. طيب بيرسي تاو الدنيا قفلت معاه في الاهلي. طلعوا قالوا قولا واحدا وكلام نهائي وقرار نهائي، بيرسي تاو مش موجود في الاهلي في يناير. مش موجود في الاهلي في يناير. الجماعه بس اللي بيفتوا في مصطفى محمد، والاهلي هياخد من مصطفى محمد، والاهلي هيشتري مصطفى محمد، ومصطفى محمد في الاهلي. يا جماعه الخير، مصطفى محمد لن يعود للدوري المصري. ده نانت الفرنسي عايز في مصطفى محمد 10 مليون يورو، مليار جنيه. 10 مليون يورو دول يعني مليار جنيه. انت بتتكلم في ايه يا جماعه؟ مين يقدر يشتريه؟ لا تقول لي اهلي ولا ابو الاهلي كمان ولا عيله الاهلي كلها. ما حدش يقدر. مصطفى محمد باذن الله يكسر الدنيا في الدوري الانجليزي او الاسباني. مش راجع دلوقتي الدوري خالص، ولو رجع هيرجع الزمالك، مش هيرجع الاهلي. وافتكر كلامي. فبيرسي تاو خلاص الدنيا قفلت معاه ضمنه هناك في النادي الاهلي. كولر مش عايزه، واللاعب مش عايز يقعد دكه، فخلاص. فبيرسي تاو مسؤول الزمالك قالوا له خلص نفسك تمضي معانا. خلص نفسك تمضي معانا العقد. فهنا الاهلي عالم ان نادي الزمالك بيتفاوض مع بيرسي تاو. فالاهلي قال لك ايه؟ طيب ماشي هنخلي بيرسي تاو مع هو الاهلي خد بالك سياسته ايه؟ مش عايز يقويك. طب بيرسي تاو لو جه الزمالك يعمل اضافه فنيه لعيب تقيل بس انا عندي مصطفى فتحي احسن منه. مصطفى فتحي افضل من بيرسي تاو عندي انا وجهه نظر. لكن لو ما جاش مصطفى فتحي، لو بيرسي تاو جه الاهلي ايوه يعمل اضافه فنيه للزمالك. لو جه الزمالك يعمل اضافه فنيه للزمالك، ايوه طبعا. يعني هو لا مش لاك ده مثلا، لا بيرسي تاو. فبيرسي تاو اتفق وخلص كل حاجه مع مسؤول الزمالك، كل حاجه، والتسريبات وصلت النادي الاهلي. فالاهلي ايه؟ حاول يقطع الطريق او يجدد او يعمل، لكن كولر قال لمسؤول الاهلي مش هلاعب بيرسي تاو معايا. هي قفلت بالنسبه لي. صفقه محمد الشيبي هتبقى صفقه جامده جدا لو تمت للنادي الاهلي، خاصه ان انا عرفت ان محمد الشيبي من اللعيبه اللي عايزه تجدد عقدها مع بيراميدز، وهو رافض التجديد. اتمنى محمد الشيبي هيفرق جدا مع الزمالك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.